خلصنا امتحانات والولاد اخدوا اجازه، يلا بسرعه قومي فرحيهم بشويه مكونات بسيطه، دلعيهم، اعملي حلو بسيط سهل وسريع مع مشروب حلو يرطب عليهم في الحر ده. لفه من السمبوسك بتتباع عند الكنفاني او في السوبر ماركت بالشكل ده. هعمل لها حشوه لطيفه عباره عن بسكوت شاي ساده او بالشوكولاته، مع شويه من المكسرات الموجوده عندك في البيت، عندك سوداني، عندك فستق، عندك كاجو، عندك اي حاجه ضيفيها معاها. انا عندي هنا شويه سوداني على شويه زبيب، وهحط شويه جوز هند. هاخد الحشوه دي هفرمها في الكبه. طحنت البسكوت مع السوداني بالشكل ده، هضيف عليهم شويه من جوز الهند، هضيف عليهم اي نوع شوكولاته بدرمان عندك. لو ما عندكيش شوكولاته ممكن تعجنيهم بمربى او بلبن او بكريم شانتيه مخفوقه. اتعجنت معايا الحشوه بالشكل ده، اقدر اخد منها قطعه كده واكورها عشان اعرف احشي بيها السمبوسه. هاخد واحده كده من السمبوسك واعملها على شكل مثلث بالشكل ده، كمان لفه كده اهو، اظبط المثلث بعدين احط فيه الحشوه واقفل المثلث. انا جهزت الصمغ اللي هقفل بيه السمبوسك. جبت معلقتين من الدقيق على معلقه من الميه وعملتهم بالشكل ده، لا تقال قوي ولا خفاف قوي. هلزق بيهم السمبوسك كده واقفله، بقت معايا بالشكل ده. هعمل واحده كمان من السمبوسك، هقفلها مثلث بالشكل ده، واتني المثلث كمان مره كده، واجيبه كمان مره كده واظبطه، احط فيه جزء من الحشوه كده واقفل واقفل، واجي عند الجزء الاخراني ده. بعد ما خلصنا لف السمبوسك المثلثات بالشكل ده بحشوه البسكوت والشوكولاته، هعمل شكل تاني من السمبوسك. هجيب كده شويه من الورق ومن الحرف كده بتاعهم، وامشي للاخر لحد الحرف التاني بالشكل ده، اصبع على شكل مثلث. همسك كل ورقه الفها كده واقفلها بصمغ الدقيق والميه. هحمر السمبوسه كلها في الزيت بالشكل ده، يكون سخن ما يكونش مقدوح علشان ما تتحرقش معايا بالشكل ده. اللون الذهبي اخرجها. بعد ما خلصنا قليه السمبوسك بتاعتنا الحلوه دي، جبت خليط هنا للساده من القرفه والسكر والكاكاو بالشكل ده، هحطه فيه واقلبهم. بعد ما خلصت تغليف السمبوسك الساده بالسكر والقرفه والكاكاو، عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه جدا. سيحت شوكولاته خام على حمام مائي بالشكل ده، وضفت لها شويه من المكسرات، هزين بيها السمبوسك المحشيه كده. ممكن لو حضرتك عندك شوكولاته بيضه، او لو ما عندكيش ممكن تضيفي سكر بودر، المتاح عندك استخدميه. بصفيها بالشكل ده واحطها على ورقه زبده. هنعمل شويه عصير كده منعش جنب الحلو بتاعنا. هجيب كوبايتين من الكنتالوب، ارخص فاكهه دلوقتي موجوده في السوق، غسلتها كويس وقطعتها بالشكل ده وشلت منها البذر. هضيفها في الخلاط، عليهم كوبايتين من اللبن، معلقتين كبار من الايس كريم، معلقتين كبار من السكر. بخلط المكونات دي كلها مع بعض كده. جهزنا المشروب الروعه بتاعنا ده الخطير. احلى حلو ممكن تقدميه لولادك بمكونات بسيطه بفاكهه رخيصه ماليه السوق. حاجه كده تحفه، يا ريت تجربوها.